استنى يا فكرة، رايحة فين يا بنت الكئيبة؟ عاوزين ايه مني يا ناس؟ ما تسيبوني بقى اشق طريقي واتجوز الراجل اللي مش بحبه. يخص عليك يا بنتي، وانت عليك تسيبيني وتمشي؟ مين اللي كان بينكد على بابا؟ انا مين اللي كان مالي البيت غم وكآبة؟ انا مين اللي كان منشف حياتنا؟ انا وتفتكري بعد ده كله همسك فيك عشان تستني؟ يلا يا بنت غوري من هنا. اوعى كده جاتكنيلة في هبلك، راجل مش مظبوط. استني هنا يا بنت، بكرة مناديل التواليت اللي كانت جنب الكومودينو فين؟ يا لهوي، انت عاوز تسرقني؟ افتح الشنطة دي بدل ما اشدك على نقطة المحطة. الحقني يا تحسين. اوعى يا بنت. يا نهارك زي بقك، انت اخدت خزين المناديل كله. في إيه يا فكرة؟ ومين الراجل تحت؟ انا حماك يا عجل، ظلمتك يا فكرة. انا دلوقتي عرفت ليه اخدت المناديل، عشان المقص ازاي نف فيهم، صح؟ انا ما اسمحلكش، دول جاست شوية برد وهيروحوا لحالهم. يا اخويا شوية برد بقى بالذمة، عاجبك في ايه ده؟ فكري يا بنت الكئيبة، ده قذر قوي، هتبوسيه ازاي بس؟ مضطر استحمله، ده معاه فلوس قد كده. وان كان على البوس بسيطة، هبوسه من غير ما اقرب منه حتى اشوف. والله يا بابا نورت المشروع، انا لو اعرف انك جاي كنت فرشتلك الارض رملة. غلط يا شوكت، خسارة الرملة اللي هتفرشها دي، المشروع اولى بيها. انا مش عارف الصراحة، من غير نصايحك دي كنت هعمل ايه. هو ده بقى مربط الفرس يا شوكت يا ابني، انت فقري وعمرك ما هتنجح في اي حاجة. يعني ايه الكلام ده؟ تقصد ايه؟ قصدي انت عارفه، المشروع ده كبير عليك ومش هتقدر تديره لوحدك، ولازم يكون معاك شريك في خبرتي وكفاءتي. خلاص يا بابا، انت اولى من الغريب. انا هروح اجيب دفاتر الحسابات عشان نشوف انا دفعت كام لحد دلوقتي وتدفع زيي. ادفع ايه؟ انت واد عبيط؟ انا الشوكة هدخل معاك كده؟ ده ايه الظلم ده؟ والله حرام. لا ده انت كمان هتسيب لي الدور الارضي عشان هفتحوا محلات، ولا عندك مانع؟ امرك يا بابا، ده انا كنت ناوي اسيب لك المشروع كله. اهو كده تبقى ابني حبيبي. مش اوس اللي جاي هناك ده؟ ايه اللي جابه بس؟ الواد ده انا مش بطيئه، ده لسه مخلص سبوبة وقافش منها قد كده. تتكلم جد؟ مساء الجمال عليكم. حبيب قلبي، ايه الغيبة الطويلة دي؟ ده انا كنت لسه بسأل شوكت عليك. القلوب عند بعضها يا عمي، وخلاصة الكلام انا جاي طالب القرب منك في ربة الصون والعفاف الانسة نجلة. يا ابن الايه؟ انسة؟ انا ما عنديش انسات غير عيشة الصغيرة. اوكي اتجوز فكرة. ما تغلاش عليك، بس فكرة اتجوزت والقطر اتقلب بيها هي وجوزها. كده ما فاضلش غير ليلى. الله عليك، وعشان نباهتك دي انا هديلك نجلة وليلى مع بعض، ونقي اللي تعجبك منهم. وماله يا عم، خليك تزيح من اللي عندك. المزرعة السعيدة دي واخدة كل وقتي، والمكتبة محتاجة شوية توضيب. يلا لما افضلها بقى. والله البنت نجلة دي بتفهم، عارفة اني بحب الكتب، قامت فتحت لي مكتبة عشان اصهين على اللي بتعمله الكلبة. مش مهم، دي شابة برضه، خليها تعيش حياتها وانا الكسبان. يا بنت الايه؟ لو سمحت طلع عندك كتاب حوارات الحارات. حوارات الحارات عندي، وعاوز الاصدار الاول ولا التاني؟ يا ريت اخر اصدار. بس انا كده فهمت. اتفضل يا غالي، وسلم لي على المعلم وقوله ياخد باله عشان الحكومة مفتحة عينيها اليومين دول. معلم ايه وحكومة ايه؟ وايه اللي مديهولي ده؟ انا عاوز كتاب حوارات الحارات بتاع الكاتب انوس بلحة. لا مش عندي، يلا يلا غور في ده، ما بنبيعش كتب. خلاص مش عاوز كتب، انا كنت بهزر معاك يا عم علي. بتهزر معايا؟ انت عارف المزرعة خسرت قد ايه في الشوية اللي عطلتني فيهم؟ يا عم تتعود، انا معايا فلوس كتير تشتري لك مزرعة بحق وحقيقي، مش لعبة. انت مين يا ابني وعايز ايه؟ انا جميل وكنت طالب ايد بنتك نجلة في الحلال. طبعا في الحلال، انا الحرام عمره ما دخل بيتي. بس يا جميل يا ابني، نجلة مرافقة اوس جوز اختها ليلى، وما اظنش الكلام ده هيعجبك. لا عاجبني وعارف كل الحوارات دي، نجلة بتحبني ومش بتخبي عليا حاجة. لا راجل، وعشان رجولتك دي انا مش هامن ان بنتي يتجوزها حد غيرك، وفوق ده كله هديلك لفة الحشيش دي زفونير عشان تفتكرني. يا خيرية، ما تتصوريش انا مبسوط قد ايه عشان عرفت اربي عيالي تربية صالحة يفيدوا بيها مجتمعهم والناس. امال ايه يا علي رضا؟ هي التربية بالسهل يا اخويا؟ طبعا مش بالسهل، دي رسالة بيسلمها جيل لجيل، وزي ما ابويا رباني على الاخلاق الحميدة، كذلك انا ربيت عيالي وجوزتهم جوازات تشرف. بس شوكة ربنا يفك سجنه ويخرج، ده انا شايفه له حتة دين عروسة يا علي رضا. مين يا ولية؟ سهى بنت نهى جارتنا، بنت ادب واخلاق، وفوق ده كله جيراننا ومش هيتشرطوا علينا. لا لا، دي لوكال قوي، عاملة زي خلة السنان. انا شايف له عروسة اسمها فتون، بنت حلوة ومتربية،
انا لازم اجوزه جوازه ما تقلش عن جوازات اخواته الخيريه. وماله يا علي رضا اللي تشوفه يا اخويا، عقبال عيشه يا رب. ايوه عيشه. انا في سؤال نفسي اسالهولك بقالي سنين، هي عيشه عندها كام سنه دلوقتي؟ خلاص اسم النبي حارسها وصينها هتتم 7 سنين. وانت عندك كام سنه يا وليه؟ 60 سنة بس. انت اللي قلت مش انا. يبقى خلفتيها ازاي وانت عندك 53 سنه؟ البت دي مش بنتي. يا اخويا ما تتحميش قوي كده، هي جت على عيشة، ما هو شوكت وفكرت وليلى ونجلة مش ولادك هما كمان. يلا موت بغيظك. يلا يا ولاد، اللي كان خانقكم وواكل فلوسكم خلاص اتشل، اللي ليه حق يجي ياخده. عارف ايه ده يا معلم؟ ده عقد بيع المحلات اللي في الدور الارضي. بص شوف الفلوس قد ايه. فلوس فلوس كتير. فلوس كتير قوي. عارف ايه ده؟ ده كتاب قنوص بلح لقيته في مخزن المكتبة بعد ما خدتها منك. انا اصلا قرفانة منك عشان كده هبوسك من بعيد لبعيد. انت عارف ايه اللي في ايدي ده؟ ده منديل نافف فيه. ازيك يا حماية؟ ايه ده انت اتشليت امتى؟ اما انا بقى فمحضره لك حته دين مفاجاه يا علي رضا. انا خرجتك من المزرعه السعيده وخسرتك كل المراحل اللي عديتها. من زرع حصد يا علي رضا. وكلامي هو اللي هيمشي. انا السيد مش عاجبك كلامي امشي. انا السيد وكلامي هو اللي هيمشي. انا السيد مش عاجبك كلامي. يا ابني ليه يا تمورة عمل لي اغنية حبيب قلبي. انت عاملة كام بيضة يا امينة؟ سلقت لك كرتونه بحالها يا سي السيد. مش كفاية يا ولية، انا بتعب واشقى ولازم اتغذى كويس. انت اكلت البيض بقشره يا اخويا؟ يا ايه القرف ده؟ خبر إيه يا سي السيد، انت قاعد مع بهايم؟ مش عاوزين تاكلوا يا ولاد؟ اه يا طبعا. ريت. دول ولادك برضو يا سي السيد، والضفر عمره ما يطلع من اللحم. طبعا يا امينة، امال انا باكل واشقى عشان مين؟ مش عشان ولادي. هلا انت في سنة كام دلوقتي يا فهمي؟ سنة كام ايه يا بابا؟ انا اتخرجت بقالي 5 سنين. اه صحيح. وانت يا بغد ابقى عدي على امك عقلها عشان سمعت انها هتتجوز تاني. هي الولية دي مش عاوزة تهمت بقى؟ هو في واحدة عاقلة تتجوز تاني بعد سي السيد؟ معلش يا امينة، اصلها مش خبرة زيك. ما تكسفنيش بقى يا اخويا. سفلة. طب يا ولاد مش عاوزين حاجة؟ يا أصل أنا بابا معاك. كده. يلا فتكوا بعافية. مع الف سلامة يا سي السيد، تروح وتيجي بالسلامة يا غالي. اي نسيت اقول له على السلمة المكسورة. مين المز ده؟ يا لهوي على جماله. ما تهمدي بقى يا ولية، انا ياسين ابنك. ياسين؟ والله وكبرت وبقيت زي البغل. عملها احمد عبد الجواد وخلاك تنصمك. هو انا اصلا افتكرتك عشان انساكي؟ ده انت تعر يا شيخة. جبت القسوة دي كلها منين يا ابني؟ ده انت داخل على امك بعد 20 سنة ايد ورا وايد قدام، حتى ما جبتش عريس. ودي حاجة تفوتني برضو، انا جايب لك عريس بس قديم شوية. والنبي صحيح يا حبيبي يا ياسين. ادخل يا بابا. ازيك يا ام ياسين؟